روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة. البراجم مكان اتصال الظفر باللحم، أحياناً يتوضع في هذا المكان الضيق والحرج بعض القذر. وبيقولوا بعض العلماء لو واحد مصاب بالتهاب كبد إنتاني ودخل إلى الخلاء ولم ينظف براجمه جيداً قد يصاب 300 إنسان يرتاد هذا المطعم بمرض التهاب الكبد الوبائي القاتل. يقول عليه الصلاة والسلام: قصوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم. القلامات الأظافر المقصوصة. قصوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم، والقلامة الظفر المقصوص. ونقوا براجمكم، ونظفوا لثاتكم من الطعام، واستاكوا، ولا تدخلوا علي قحرا بخرا. قحرا بأسنان صفراء، وبخرا برائحة فم كريهة. قصوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم، ونقوا براجمكم، ونظفوا لثاتكم، واستاكوا، ولا تدخلوا علي قحرا بخرا، أي بأسنان صفراء وبرائحة فم كريهة. رواه الترمذي عن عبد الله ابن بسر. وفي حديث آخر رواه الترمذي أيضاً عن سلمان رضي الله عنه: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وضوء الطعام أن تغسل يديك وفمك. كنت بالطريق مسكت شيء غير نظيف، صافحت إنسان يده غير نظيفة، خلعت حذاءك، هذه اليد مسكت أشياء قد تكون غير نظيفة. بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني غسل اليدين والفم قبل الوضوء قبل الطعام، وغسل اليدين والفم